لو انت عامل دايت ما تتفرجش على الفيديو ده. وانت متخيل ان كل الحلو ده معمول في البيت؟ فتعالوا مع بعض نجربهم ونشوف راينا فيها ايه. والبراند اللي معانا النهارده اسمه بسمله. بنت صغيره من اسوان بدات مشروع من البيت بحاجات حلوه جدا، واللي خلاني اعمل الفيديو ده ان المشاريع دي محتاجه دعم، فما تنساش دعمها باللايك بتاعك ومشاركتك للفيديو. الحاجات الصغيره دي بتفرق معاهم جدا. فنبدا بالطواجن. عندها نوتيلا وبيستاشيو ولوتس. اول اكله من البيستاشيو كانت دسمه كده وحلوه، وبصراحه الصوصات من فوق مظبوطه جدا. لا، صوص البيستاشيو اللي فيها خطير، والنوتيلا تقيله كده وعشاق الشوكولاته هتحبها. اما اللوتس كان اخف حاجه وطعمه متوازن. بعد كده جربت الدونات. من اول ما مسكتها حسيت انها هشه وخفيفه، ولما دقتها كانت فعلا احلى من مطاعم كتير جربتها. عارف انا مش متخيل ان كل الحاجات دي معموله في البيت. ونيجي للسينابون. اول ما فتحت العلبه ريحه القرفه لوحدها كفيله تفتح نفسك للاكل، والعجينه والصوص متوزع كويس، مش زياده ولا ناقص، فتحفه السينابون عندها. اما الكوكيز ده اكتر حاجه عجبتني. جربت الكلاسيك، لكن المفاجاه كانت في الكوكيز باللوتس. ولان المشروع مش حلويات وبس، جربت الميني بيتزا، صغيره كده ولذيذه والعجينه خفيفه. اما المنيو والاسعار مش هتتخيلوا قد ايه رخيصه، فهتلاقوا كل التفاصيل في اول كومنت لو حابين تجربوها. وبس كده.